ناجي بيحاول يمر، عرضية خطيرة وخطيرة للشباب، الثاني للفريق الشبابي في الدقيقة 27 عبد عطيف، وتأخر من فريق الربيع في إبعاد الكرة، تأخر من فريق الربيع، وفرحة جماهيرية لهذا الفريق الكبير حقيقة فريق الشباب. وهدف ثاني عبد عطيف بعد تجاوز ناجي مزرسي لمدافع فريق الربيع، وكان فريق الربيع اعتمدوا على مصيدة التسلل، ولكن شوف مر من هاني القاضي ولعبها عرضية، وشوف المدافع ابراهيم بناوي وعبد عطيف يضعها في المرمى الخالي كهدف ثاني لفريق الشباب. شوف الإعادة، شوف عبده لعبها بكل سهولة وبكل ثقة داخل مرمى فريق الربيع، وجماهير الشباب فرحانة طبعا بتقدم فريقها بهدفين، وهذا الهدف إعادة من أكثر من